فنانة صالحة قاسين أول حب في حياة نجيب الريحاني، وكانت بتنافس الشباب عليها. هي ممثلة يهودية اعتنقت الإسلام ورفضت الهجرة إلى فلسطين. صالحة قاسين والنبي يا ست اديني الإزازة اللي جنب. إيه البزازة؟ بزازة إيه يا ولية؟ الإزازة إيه الجوازة؟ صالحة قاسين ظهرت مع إسماعيل ياسين في فيلم لوكاندة المفاجآت. ودانها وسماحها يهودية الديانة، ضربت مثل في الوفاء وحبها لمصر بطريقة غير عادية. أختها جراسيا ياسين دور يهودية، ودي أول يهودية هجرت لإسرائيل، أول واحدة مشيت من مصر. راسيا قاسين لما راحت عزمت إن هي تمشي، قالت لأختها صالحة تعالي معايا، رفضت صالحة قاسين من مواليد 18 مايو 1878، كانت فائقة الجمال، مقاييس الجمال وقتها. شافها واحد اسمه محمود حجازي أخو المطرب والملحن سلامة حجازي، لها تعالي اشتغلي معانا في التمثيل. الكلام ده كان سنة 1904. كان أياميها ما فيش ستات تمثل، كان أياميها لسه بيجيبوا ممثل راجل لبسوه ست يقوم هو بالأداء في المسرح، إن كان تمثيل الست عيب. طلعها من بيتها قال لها تعالي نعمل مسرحية اسمها ضحية الغاوية. أول سيدة عربية تقف على المسرح وأدت دور واحدة ست، مسرحية اسمها ضحية الغاوية، صنفت على أنها سيدة المسرح العربي الأولى. أما سميحة أيوب فهي سيدة المسرح الحديث. سابت فرقة سلامة حجازي وراحت اشتغلت في فرقة عزيز عيد، ثم راحت فرقة نجيب الريحاني. حصلت قصة حب جامدة بينها وبين نجيب الريحاني، كانت بتكسب في الشهر 100 جنيه. وبعد قصة الحب كان نجيب الريحاني عايز يتجوزها وراح لأهلها، أهلها ما يرضوش ان هم كانوا يهود وهو مسيحي. اليهود ما بيرضوش يتجوزوا مسيحيين. ده قبل ما يشهر نجيب الريحاني اسلامه. نجيب الريحاني مات مسلم. كتب نجيب في مذكراته قال ان دي اول حب لي، وقع في غرامها وقال عنها موجة القلب السيدة صاد. كان بيحبها وبيغير عليها من المعجبين، بيعمل خناقات كتير مع كل معجب ليها. كان بيحبها وبتحبه لدرجة ان في مرة بيسلم على واحدة فرنسية ويبوس ايديها، هدلته صالحة قاسين. وبعد ذلك ما حصلش نصيب بينهم. هي اتجوزت 3 مرات، مرتين الاولانيين فشلوا، كانت المرة الثالثة استمرت الزيجة 11 سنة. هي بتقول عنها أو الزيجة دي أجمل زيجة في حياتي، لكن جوزها مات ثم رفضت الجواز. ظهرت صالحة قاسين في 36 فيلم. أول فيلم هو غفير الدرك، إخراج توجة مزراحي، علي الكسار، ومثلت كمان في قلبي دليلي وبنات حواء واسماعيل ياسين في مستشفى المجانين ودنانير انتصار الشباب والسوق السوداء وشهر عسل بصل. وكان آخر أفلامها لما جت أختها جراسيا قاسين تقول لها يلا نسافر إلى إسرائيل هاجر لهناك، قالت لها لا أنا ما سيبش مصر، أنا اتولدت في مصر. وقالت لأختها ده مصر في دمي. كانت صالحة قاسين بتقدم مسرح له قيمة، مسرحية مترجمة من الكلاسيكات العالمية. وبعد كده ظهرت موجة جديدة من الممثلين زي فريد شوقي وعماد حمدي. بدأت تكبر صالحة قاسين، كتبت في مذكراتها وكشفت فيها اعتنقت الإسلام سنة 1929، قالتش لحد خالص. وقبل وفاتها ب35 سنة جالها زهايمر، كبرت في سن الشيخوخة. أخدها بيته الفنان الكبير جورج أبيض وزوجته دولة أبيض، كانوا قد أشهروا أسلامهم. عندهم بيت فيه جنينة، الجنينة فيها أوضة بحمام وصالة ومطبخ. قعدت معاهم في الجنينة دي، في الآخر أصيبت بالعمى. دولة أبيض كان بتأكلها بإيديها وبتحميها وبتهتم بيها. طبعا بحكم السن جالها ضمور في الجسم، زهايمر. تولتها دولة أبيض، قعدت معاها حتى وفاتها في 9 ابريل 1964. غسلتها وقامت عليها دولة أبيض بنفسها، صلوا عليها وقاموا بدفنها في مقابر المسلمين. خلصت للفن وقدمت الفن بصورة جيدة، ربنا أعطاها حسن الخاتمة، ختمة السعادة والهنا. ربنا يرحمهم جميعا ويتغمدهم بكامل الرحمة والمغفرة. بص نشوف كبير الفنانة دولة أبيض وجوزها جورج أبيض، كان دول ممثلة صالحة قاسين يقفوا معاها للآخر. هي دي المروءة والرحمة المفروض تبقى عندنا كلنا، ومن لا يرحم لا يرحم. ربنا يرحم الجميع ويتغمدهم بكامل الرحمة والمغفرة. واللهم ارزقني وإياكم حسن الخاتمة.